تفتكر لو عاوز تبقى متداول ناجح ممكن كتاب واحد بس يغير لك كل اللعبة؟ الحقيقة إن الكتب صح مهمة، بس لو تختار الصح هيفرقوا معاك جامد جدا. وخليني أقول لك على أهم 5 كتب لازم كل متداول يقراهم. أول واحد فيهم اسمه Trading for a Living، وده لألكسندر إلدر. الكتاب ده مش بس بيكلمك عن الاستراتيجيات، لكنه بيركز على علم نفس المتداول وإدارة المخاطر. هتعرف فيه ليه ناس بتخسر رغم إن تحليلاتها صح، وإزاي تسيطر على نفسك قدام الشارت. وتاني كتاب هو ماركت ويزر لجاك شواجر. هنا هتقرا قصص ناس نجحت في السوق من الصفر، وهتعرف اسرارهم واسلوب تفكيرهم وازاي قراراتهم اليوميه بتفرق معاهم. مش مجرد قراءه، ده كانك واقف جنبهم وبتتعلم منهم. طب تالت كتاب هو Technical Analysis of the Financial Markets لجون ميرفي، وده لو عايز تفهم الشارت والمؤشرات والاتجاهات. الكتاب اللي هيفهمك كل حاجة، مش هتلاقي مجرد رسم خطوط، هتعرف ليه السوق بيتحرك كده وازاي تحلل التحركات دي بطريقة عملية. ورابع كتاب اسمه The Disciplined Trader لمارك دوغلاس. الكتاب ده بيركز على أهم حاجة، الانضباط والصبر، وهتعرف ليه الفلوس بتروح من ناس عندها خبرة لكن بدون عقلية متحكمة، وازاي تتجنب أخطاء نفسية بتخلي الحسابات تنهار. وخامس كتاب معانا هو أراندم ووك داون وول ستريت لبيرتون مالكل. الكتاب ده بيخليك تفهم سلوك السوق على المدى الطويل، وهيعرفك ايه الفرق بين المضاربة والاستثمار، وازاي تختار الأصول اللي ليها فرصة حقيقية للنمو. باختصار، لو عاوز تبني عقلية متداول محترف، الكتب دي مش رفاهية، دي هي الأساس. هتتعلم مش بس الاستراتيجيات، لكن ازاي تفكر زي المتداول الناجح وتتعامل مع المخاطرة وتفهم السوق من جوه.